الأطباء في القطاع الخاص وأطباء الاختصاص في إضراب عام وتواصل إضراب الأطباء أيضا زاد في المستشفيات العمومية. الموضوع اليوم عند الأطباء الإحساس بأنهم ثم حملة وحملة ممنهجة يقولوا عليهم هما، وذاك علاش اليوم كان ثم مسيرة بدأت من كلية الطب في تونس حتى وصلت للقصر الحكومة في القصبة. رفيق الدريدي موجود على عين المكان، بعد شوية ناخذوا إذا كان ثم جديد في المسيرة هذه. على كل نرجعوا للقضية أيضا الطفل الصغير اللي البيبي في فرحة حشاد في سوسة، ردود الفعل متباينة. نحكي زاد على موضوع جديد في علاقة بتصريح محمد رؤوف اليوسفي ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق في ابتدائية سوسة. نحكيه معاه على ما قالوا تلاعب بالملف. ضيفنا هو محمد الدعاشي رئيس جمعية أطباء الأطفال، المفروض يكون معنا لكن تعطل شوي، لكن هو معنا تو بالتليفون. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بك، شاكر ونستحضر البروبليم دو سيركيلاسيون تعرفوا كنت في المسيرة. مرحبا بك. جوستومون اليوم المسيرة نبداو بها إضراب الأطباء في القطاع الخاص وأطباء الاختصاص. شنو أهم العناوين لهذا الإضراب والمشاكل المطروحة؟ والله أنا كان تسمح لي نلخصها في ان سلوغان استعملناه كجمعية: تونيزيان اونيسون pour sauver la médecine, elle est en danger. يظل لي هذا يلخص كل اللي صاير. سي با ان بروبليم دو ميدسان ني دو مالاد ني دو ميديا. احنا المشكله توا هي الصحه راهي ماشيه، وراهو غدوه ما نلقاوش شكون يداوي ولادنا. دونك هذه الهدف الاساسي المسيره بعناوين متغيره، اما الصحه راهي في خطر. الخطر منين دكتور؟ الخطر من ظروف العمل اللي نجم نحكيو فيهم، ناخذ التسويه من العلاقه بين المواطن والمريض لازم تتحسن، بين المواطن والمريض، بين المواطن والطبيب والميديا، بين الاسلاك اللي لاهيه بالصحه وكوزاره وكحكومه. وانا نتكلم تخيلي فريمون فهمتني. هذا المرض الطب نتاعنا توا قاعدين يخطفوا فيهم في فرنسا وفي المغرب وفي الجزائر. يظل لي مش على خاطرنا الشباب، خاطرنا باهيين. وهنا ظروف العمل وظروف ما نحبش نقول الماديه، ظروف العمل اللي تخدم اودولا دي نورم ادميز، هذه اللي لغه البول. تجي الواحد طالب سياره تمشي في 300 وهي السياره لو ما تعمل 120، لكن السائق يحاول يوصلها. هذا ملخص، لكن هذا موضوع طويل في الشكل. فوالا تفضل. هو خلينا نبدا معك ساعه تنرجع للمسيره حتى اللي صار في المسيره اليوم. ثم في الشعارات رفعت في المسيره ضد الاعلام، ثم مناوشات صارت. مانيش ندخل فيها، اسمح لي. نحكي لك. انا المفروض نترفع على المشاكل هذوما، ماهوش مشكلتنا. نترفعوا عليها باش ما تصيرش. من عندنا احنا ومن عندكم انتوما، وانا ما نقبلهاش وانتوما ما تقبلوهاش. واضح. وكيما انتوما عندكم دي جورناليست ما نسلوكمش، كيما احنا عندنا طب غالطين. واضح. كلنا عندنا. هذا خطاب. اون بار دو سو برانسيب. سي اون بار دو سو برانسيب. تونس لاباس. هذا خطاب عقلاني وباهي. باهي دكتور. بارك الله فيك. ندخلوا للقضيه دكتور. ثم في قضيه مستشفى فرحات حشاد في سوسه ثم معطيات جديده كما قلنا في الكلام اللي قالوا سي محمد رؤوف اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه في سوسه في علاقه بالتغييرات على الملف الطبي المولود. هذا الكلام اللي قالوا نحبك تسمعه وتحبك تعلق عليه، خلينا نفهموا اكثر شنو اللي قاعد يصير في القضيه. يعني بعد الولادة بتاريخ 3 فيفري 2017 في 10:40 تم التعهد به طبيا من طرف طبيبة رضع مباشرة، وقامت بتقديم الإسعافات وعملية الإنعاش الطبي اللازمة، وضمنت بملفه الطبي أنه ولد ميتا مورني في يوم 4 فيفري بعد إتمام إجراءات ترسيم الوفاة. حضر والد الرضيع إلى المستشفى لتسلم الجثة، فأخذ الوثائق عند الساعة 11 وذهب إلى البلدية لتسجيل ترسيم وفاة ابنه، لأنه بعد رجوعه في حدود الساعة 1 بعد الزوال تم تسليمه لابنه، غير أنه لاحظ أن ابنه أحدث حركات وصدر عنه أنين متقطع. عندها تولت القابلات الذهاب مسرعة إلى طبيبة أخرى أقدم
أقدم في العمل من الطبيبة التي تم إيقافها، إعلامها بأن الرضيع على قيد الحياة، فتم الكشف عنه من قبل الطبيبة الثانية، وأكدت ضمن محضر سماعها في محضر رسمي أنه لا يزال على قيد الحياة. عند ذلك أذنت الطبيبة بتدفئته ومحاولة تقديم الإعانة له، فتم إيواءه بقسم الرضع. المعطيات الثابتة في الملف اللي عندنا أنه وقع إدخال تغييرات على ملف الطبي المحجوز، وهذاك علاش النيابة العمومية فتحت بحث تحقيقي من أجل القتل العمد والتدليس ومسك استعمال المدلس. تم تغييرات الملف الطبي المحجوز عند السيد قاضي التحقيقي المولود المذكور، وهذه أقرته المظنون فيها المتهمة اللي هي تم الاحتفاظ بها يوم السبت في ساعة متأخرة، اللي أكدته مع تأكيدها على أنه لم يصدر عنها، معناها ما صدرش عنها التغييرات هذه. تقرير الطب الشرعي أكد أن الجثة هي لجنين لم يكتمل نموه وقد تنفس بعد الولادة وعاش. النقطة الأخرى، السيد رئيس قسم الطب الرضع بمستشفى فرحات حشيد فسر في محضر سماعه من قبل الباحث المناب الأمر بوجود خطأ في التشخيص الأولي من قبل الطبيبة الفاحصة، الطبيبة اللي تم الاحتفاظ بها مؤقتا ثم أبقيت بحالة سراح. حصل تغيير بالملف الطب بعد التفطن إلى الرضيع حي، إذ تم تشطيب عبارة ولد ميتا بعبارة طفل حي، كما صار تغيير على مستوى دقات القلب، إذ ذكر 0 ثم وقع التشطيب عليها وأصبحت 1. باهي دكتور محمد الدراجي، هذا الكلام اللي كنت تسمع فيه كلام الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، وجملة التفاصيل اللي حكاها، وجود خطأ في التشخيص الأولي، تلاعب بالملف الطبي، تقرير يؤكد أنه التنفس الجنين، وتفاصيل كنت تسمع فيها اليوم نحب ردك عليها كل الكلام هذا. أنا أحترم سيد الوكيل الجمهورية في اللي قالوا، ولكن عندي ما نعبر عليه ديفيرامون. اول حاجه انا راني ما نسمحش روحي في نعطي مغالطات ولا معلومات زيفه على اساس انه راني نمثل جمعيه تونسيه، لكن انا عضو هيئه عالميه لطب الاطفال، ما نسمحش روحي في نعطي واحد. اللي قلناه في اول كومونيكي اللي خرجناه قلنا ثم 2 بوان. خلط المعلومات هو اللي غلطنا، واللي زاد غلطنا. انا كنت نتمنى ما نعرفش ندخل في الديسكسيون هذه، لكن اللي صار البارح بين مع احترامي للسيد وكيل الجمهوريه كلامه والاخت عبير اللي تكلمت كيف فهمتني دخل الشك. الموضوع شنو؟ الموضوع لا لا خاطر يقول لي قدام شمس فاهمه ما عليناش. مشيش تطلع حتى نجم تجي تكون موجود. الموضوع شنو؟ احنا فما فما 2 اكوزاسيون، فما ان اوميسيد فولونتير وفما اون فالسيفيكاسيون دو دوسي، هكا ولا لا؟ نكونوا براغماتيك، نكونوا بيداغوجيك. انا الكلام اللي قلته في الاذاعات وانا مش متعود على الاذاعات، لو كوتي اوميسيد فولونتير بدنا نحكيو فيه. لو كوتي اوميسيد فولونتير سي ان انفون اون ايزاد مور ابارونت، ما نجموش نعملوا له اكثر من هكايا. واللي صار ينفي لوميسيد فولونتير. لوميسيد فولونتير معناها انسان قتل انسان، هنا ما فماش قتل. وقلنا في التقرير نتاعنا الاولاني قلنا راهو فما شويه دي ديفايونس صاروا في الجيستيون دوسي. لي ديفايونس لازم الببليك يفهموا، خساره ما عنديش برشا وقت، لازم الببليك يفهم ان الديفايونس هذوما نو اوكان رابور افيك لا في او لا مور دو بيبي. وسيد حاكم التحقيق يعرف خير مني انه كي بعث لنا اكسبرتيز قلنا هل له علاقه وجاوبوه. دونك ما فماش علاقه بين الموت ساعه. واللي حكى السيد الحاكم التحقيق واسالني نقطه بنقطه وتفضل بعد الموت. واحنا هذاك العرس نتاعنا كنا هو قال دكتور، هو قال خطأ في التشخيص الأولي اللي صار في المستشفى. لا سيدي أنا الكلام اللي قلته جي بارلي دان ايتا دو مور ابارونت كي دخلت. ليتا دو مور ابارونت بور لي كونيسور معناها ان بيبي تولد مازلنا بين حياة أو موت. وقتها يولي مورني يخرج من الاول عنده في جلدته تشوهات، معناها نعرفوه مورني هذاك ما فيه حد شيء. الاخر كي يتولد ما نقولوش هذاك مورني السلام عليكم، يخرج بيبي نتلاهاو به. ومن بعد كان il n'y a eu aucune activité cardiaque pendant toute la durée de la réanimation مده 25 دقيقه، وقت نقولوا راهو هذا مورني خاطر خرج وما n'a pas repris. وكان il reprend حتى ولو شويه نقولوا سي il est né vivant. دونك لكن ما يغير حتى شيء في التصرف نتاعنا. الحاجه الثانيه نحب نقولها خاطر والله سامحني انا نسمح روحي والله قاعد نضحك من البارح، قاعد نضحك معليش عليه نضحك.
ولينا بدلنا من صفر لواحد ولا الواحد لصفر، هي المشكله يا سيدي. ايش تحب؟ انا اقول لك اثنين اليوم، انا اعطيك معلومه اثنين. ما يتبدل حتى شيء. تحكي على دقات قلب، تحكي على باش نفهم الناس. لا هو عايش بالحرف هما قالوا صفر وبعد تبدلت ولات واحد. لا انا فقط نعطي فيك في تفاصيل باش تفهم العباد، لانه ممكن ندخلوا في تفاصيل طبيه. تحكي على تغيير الملف اللي يحكي عليه وكيل النطق الرسمي باسم المحكمه، قال انه تم تشطيب عباره ولد ميتا بعباره ولد حيا، وتغيير على مستوى دقات القلب، يعني من اللي حاطين في التقرير الاولاني صفر دقات قلب الى واحد. لا هذا ايش قال هو؟ انا نقول لك شنو قال. اسمح لي خليك معي دكتور محمد دعاجي، خليك معي لانه انت قريب من شمس فهم. ففاصل ونرجع لك تكون بحثنا في استوديو، علاش لا؟ اوكي. إذا نحكيو في إضراب الأطباء اللي موجود اليوم في مستشفيات العمومية، أطباء الاختصاص، الأطباء الخاص زاد كيف القطاع الخاص. وكنا نحكيو مع سي محمد الدعاجي، مرحبا بك بحثنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك دكتور. كما قلنا وقفنا على كلام السيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، اللي قال المشرف على القضية اللي قال انه صار التلاعب بالملف الطبي. وقفنا في نقطة انه تم تشطيب كلمة وتولد ميت بعبارة ولد حيا وتغيير على مستوى دقات القلب. شنو ردك عليه الكلام هذا؟ جاوبتك سي شاكر. صفر واحد راهو ماهوش دقات قلب، راهو اون نوت كوندون، معناها فيها دقات القلب، فيها تحرك، فيها اللون، فيها فسرتها ولا ما عندناش وقت. دوك صفر ولا واحد عندنا احنا كطبة اختصاص. انا قدمتني كرئيس جمعيه لكن استاذ في طب الولدان ورئيس قسم في طب الولدان، معناها اختصاصي. كي يبدا اقل من ثلاثه نقولوا تاد مورابرونت، وما يهمناش يكون صفر واحد اثنين ثلاثه وقت اللي نخدموا بوغ ريانيمي بوغ سوفي لونفون. يعني طبيا تحب تقول حتى كان دقة قلبه وصلت للواحد ولا اثنين راهو ميت. هو مش دقات قلب ماشي شك، نعاود ناكد لك هذا الواحد والصفر اللي حكى لي سي وكيل جمهوري، هو مش طبيب ما يعرفش بكذا. باش عين خبير هو طبي والله. لا مش حكيت تاع خبير. الصفر والواحد هذايا سي تاع ان سكور دابكار، ان سكور نعملوا اون ايميسيون عليه. دونك ماهوش دقات القلب، مي يتيان كونت دو دقات القلب. دونك لو سكور دابكار اللي من صفر ل 10، فما واحد يقول صفر وواحد يقول لك واحد. انا نقول لك مادام وقل من ثلاثه الي اون ايتا دو مور ابارونت اي لا ريميسيون دوا ديماري. ما يهمنيش فيه مورني ولا فيفون وقتها. نبداو ساعه ومن بعد نمنعوا البيبي ولا نحاولوا ومن بعد نحكيو. يعني الكلام هذا نتاع السيد الناطق الرسمي شنو معناها؟ ماهوش يعكس حسب رايك انت عدم فهم طبي بالقضيه؟ معروف مع احتراماتي ديما للقضاء، لكن القاضي ماهوش طبيب وانا مانيش قاضي. لا يعين خبير ينجم لا مازال ما عينش خبير. شكون اللي فسر له شنو معناها صفر واحد؟ ما فماش خبير في الملف. الخبراء الوحيدين اللي تكلموا هما اللي كان عندهم مجموعه من الاوراق وعملنا رابور نتاعنا. غدوه كي يعيط للخبير انا ولا احنا 6 ولا 7 يا جماعه يعيط لنا، هو يعيط 3 تقولوا له صفر واحد سي سكور دابكار اي سي با ديباتمون دو كور، وصفر ولا واحد ما يغير حتى شيء في القضيه. Est-ce qu'il y a homicide volontaire? Non. Est-ce qu'il y a homicide involontaire? Non. Est-ce qu'il y a falsification? خطأ في التشخيص. فسر لك. أنا ماهوش قدامي الدوسي كامل. مطلع أنت لكن مطلع وما نجمش ندخل فما حاجات ما نجمش ندخل فيها خاطر جيتي ديجا نومي كون توك اكسبير.